أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. النهاردة هيكون ضيفنا في شارع النجوم ضيف مميز، وهو الشيخ عمرو الزامل. ابقوا معنا. إذاعة، التلفزيون، العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الإلكتروني، يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ عمرو الزامل. ازيك يا شيخ عمرو؟ منور قناة الملتقى العربي وشارع النجوم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. ممكن الشيخ عمرو الزامل يعرف مين الناس اللي هي ما تعرفوش مين الشيخ عمرو الزامل؟ انا اسمي عمرو الزامل، قارئ ومبتهل، وبعمل امام وخطيب وزاره الاوقاف. اهلا بيك يا شيخ عمرو. بالنسبه للشيخ عمرو الزامل، لما نحب نتكلم عن طفولته، حفظت القران وانت عمرك قد ايه؟ الحمد لله، ربنا اكرمني بفضل الله. اولا القران هو اللي حفظنا، مش احنا يعني جيت الاصح، القران هو اللي حفظنا. فختمت القران كنت في المرحله الخامسه، السنه الخامسه من المرحله الابتدائيه. كان عمري تقريبا 11 سنه. بس كنت بقرا القران وبردده وبسمع مشايخ كبار، حتى من قبل كده بكتير كنت بقوم بتقليدهم. الحمد لله ربنا من عليا لغايه ما ختمت القران وبدات اعمل صوت خاص بيا بفضل الله. يعني تقصد يعني بصمه عمرو الزامل بقى اللي هي حبيت اعمل بصمه يعني، وحاجه قراءه خاصه بيك، يعني حاجه مستقله بيك. الحمد لله، بعد ما سمعت مشايخ خيرات ومشايخ كبار، كل واحد فيهم مدرسه لوحده، اتعلمت منه كتير يعني. طب اتعلمت القران على ايه، شيخ واحد ولا على عدد مشايخ يعني؟ والله انا اتعلمت على يد الشيخ، بس كنت يعني حتى قبل دخول الدراسه اصلا، قبل دخول المدرسه اصلا كنت اتعلمت على يد الشيخ، واستمر معايا كده شويه في بدايه المرحله الابتدائيه لغايه ما ختمت القران الحمد لله. وبعد كده بدات انا امارس القران لوحدي، اراجع لوحدي، حتى اتعلمت احكام التجويد. كنت بسمع اذاعه القران الكريم وتعلمت احكام التجويد منهم بالسليقه، من قبل حتى ما اتعلم احكام التجويد عملي او احفظ التعريفات او اعرف ايه هي الاحكام عملي. اتعلمت احكام التجويد من خلال اذاعه القران الكريم بالسليقه، وبعد كده اتعلمت الاحكام يعني. ربنا يكرمك. الشيخ عمرو الزامل، احترفت التلاوه خلاص ولا لسه؟ والله النقطه دي طبعا انا ما اقدرش احكم على نفسي، ما اقدرش احكم على نفسي، يعني صعب الانسان يحكم على نفسه. هم الساده المشاهدين هم اصحاب القول في ذلك يعني. هم اللي بيسرقوا مش طب خلاص، ما دام اصحاب القول والساده المشاهدين طبعا، عندنا ما شاء الله يعني كم من المشاهدين ناس مثقفه وناس فاهمه وناس على درايه كامله ملمين طبعا بكل العلوم وخاصه بعلوم القران. ممكن تسمعهم ايه عشان نقدر نحكم عليك يا شيخ عمرو؟ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحسنت يا شيخ عمرو. أحسن الله عليك. صوت رائع، صوت من السماء. ربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. لو حبينا نسأل الشيخ عمرو ونقول له الشيخ اللي دايما بيأثر فيك. والله قلت لحضرتك انا سمعت قراء كتير وكل واحد فيهم يعني مدرسه مستقله بذاتها، بس كنت بسمع الشيخ الطبلاوي، والشيخ الطبلاوي يعني ياما جلست تحت ايده يعني في مسابقات عديده في وزاره الاوقاف، وتاثرت بيه الشيخ الطبلاوي. طب بالنسبة لو سألنا بالنسبة حاجات خاصة بالمقامات، طبعا القراءات مقامات. المقامات تمام؟ نعم. لو سألنا الشيخ عمرو الزامل بالنسبة للمقامات. المقامات هي اساسا ربنا خلق المقامات اصلا في صوت الانسان. تمام. يعني قبل ما الموسيقيين ياخدوها
ويحطوها على آلات موسيقية ويسموها بمسميات، هي أصلا اسمها المقامات الصوتية قبل أن تكون المقامات الموسيقية، لأن ربنا أصلا خلقها في صوت الإنسان، فأخذوها بعد كده وحطوها على آلات، خدوا النبرات حطوها على آلات وسموها بمسميات. إنما هي أصلا في أصل خلقة الإنسان التي خلقها الله تبارك وتعالى وأودعها فيه. المقامات لا أهمية حتى لا يشعر المستمع بشذوذ في الصوت، وحتى ينتقل من مقام إلى مقام لابد أن يكون على دراسة تامة إزاي ينتقل من مقام إلى مقام دون أن يحدث شذوذ في صوته، أو أن يحدث لدى المستمعين أي تغير شاذ. المقامات أنا اتعلمت المقامات مش من فترة كبيرة، كنت بقرأ بيها دون أن أعرفها، دون أن أتعلم. كنت بتقرأ صح؟ كنت بقرأ بالمقامات ولكن لا أعرف المقام ده إيه أو المقام ده إيه، مش عارف التصنيف. ولكن الحمد لله عندما تعلمت المقامات تعلمتها في جلسة واحدة، بمجرد أن حدد لي المقام اللي أنت بتقرأ بيه ده اسمه كذا، المقام ده اسمه كذا، المقام ده اسمه مقام كذا، فتعلمتها الحمد لله في جلسة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبة للمقامات يا شيخ عمرو، لو في ناس بتحب مثلا تقرأ مثلا من مقام مثلا الحجاز، من مقام النهوان، من مقام السيجا، انت بتفضل لو بتحب يكون عندك مثلا في عزاء، او انت مثلا في مثلا بتكون مثلا في حفل عايز تأثر على الجمهور اللي موجود ده، هتأثر عليه ازاي؟ انت فاهم اول ما تبص على الجمهور اقول انا هخش على الجمهور ده بمقام كذا، حتى لو في اي اصوات ناس بتتكلم هقدر اسكتهم بالمقام ده. بص يا دكتور عطيه، هو كل قارئ طبعا كل القراء اللي سمعناهم بيقرأوا بالمقامات كلها، ولكن كل واحد بيتميز او بيشتهر بمقام معين. تمام. مثلا عندنا فضيلة الشيخ الله يرحمه ورحمه الله عليه الشيخ مصطفى اسماعيل بيتميز بمقام النهاوند، الشيخ عبد الباسط بيتميز بمقام الحجاز، وهكذا كل قارئ بيمتاز بمقام معين. المقامات أنا ما دخلتش مرة في أي قراءة أو في أي احتفال أو في أي مؤتمر أو في أي عزاء وحددت مقام معين أقرأ بيه. هو بتبقى توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا أول ما ببدأ في القراءة أو في التلاوة ربنا بيفتح بما يتيسر، فما بحددش مقام معين أدخل بيه على الناس هقرأ بالمقام ده، أنا هقرأ بالمقام ده، لا ما حصلتش معايا. ولكن دايما اغلب القراء اغلبهم بيبدأوا بمقام البياتي، وبعدين بيصعدوا الى مقام الرصد، وبعدين خلاص بيعيشوا مع التلاوه، خلاص قدامك بقى خلاص بينتقل من مقام لمقام بما يفتح الله عز وجل عليه. ده التغريب بما يفتح الله عليه. طب لو حبينا نسمع للشيخ عمرو الزامل حاجه بمقام معين انت حابه، ممكن اقول لحضرتك مثلا وليكن اما تبدا مثلا قلنا في الغالب بنبدا بمقام البيات، تمام. البيت مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ده مقام البيت. تمام. أحب أبدأ مثلا مقام الرصد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ده مقام الرصد. مقام الرصد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ده مقام الرصد. مقام الرصد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ده مقام الرصد.
وناخد مثلا حتى المقام اللي بيشتغل الشيخ عبد الباسط حجاز مثلا، دايما تلاقي الشيخ عبد الباسط يقول ايه؟ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. ده مقام الحجاز. فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل بيمتاز بمقام النعمان. يعني مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ده مقام النعمان. في عندنا برضه مقام اسمه مقام السيكا. مقام السيكا مثلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ده مقام السيكا وهكذا. الله ما شاء الله عليك يا شيخ عمرو. ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني. أنا مستمتع بالحديث معك والحوار معك، مستمتع طبعا بكتاب الله وكلام الله. دايما يا شيخ عمرو في بعض الآيات كده دايما تحس إن هي دايما في ذهنك ودايما تكون حاضرة. لو جيت مثلا في أي مكان كده حد قال لك ما تقول يا شيخ عمرو أي آية كده نستفتح بيها وكده، في حاجة دايما حاضرة دايما معاك. بص حضرتك يا دكتور عطيه، انا دايما بميل للقصص في القران. يعني مثلا على سبيل المثال سوره النمل، ربنا يقول ولقد اتينا داوود وسليمان علما. فتيجي في نهايه القصه شوف بقى لما يقول لك قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. نعم. شفت يعني ربنا ولا لازال مع الله لا عنده علم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. هنا يعني ربنا اداله ملك. لا يعني ربنا سيدنا سليمان لما دعا ربنا قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره إلى إيه؟ إلى آخر هذه النعم التي خص الله تبارك وتعالى به نبيه سليمان عليه السلام. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل إيه؟ فيعرفك إن ربنا لما ينعم على الإنسان بنعمة ينسب النعمة لمين؟ للمولى عز وجل. ولم يقل قال إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. خلاص ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف بقى في نهاية القصة كمان لما سيدنا سليمان ينجح في إن يقوم بهداية أو يكون سببا في هداية بلقيس ملكة سبأ. خلاص شوف بقى لما بلقيس أسلمت وحسن إسلامها إيه اللي حصل؟ قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة من شدة إنه كان بيلمع، حسب فكرت إن في مية مش يعني إنها تدوس في مية. فلما رأته حسبته لجة وإيه؟ وكشفت عن ساقيها. خلاص قال إنه صرح ممرد من قوارير. خد بالك هنا الشاهد بقى. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، ما قالتش وأسلمت لسليمان، أسلمت إيه؟ مع سليمان لمين؟ لله طبعا. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فحسن إيه؟ يعني دايما تلاقي العبر في آخر أحداث القصص بتبقى مؤثرة جدا. طبعا. هذا من فضل الله أو هذا من فضل ربي. لابد إنك تنسب الفضل دايما لله. مفيش حاجة بتيجي لا تقول
اتيته على علم، او اتيته بمالي، او اتيته بذكاء، او اتيته بالفطنه. نعم. لازما ترجع الشكر وترجع الفضل دايما لله. شوف حضرتك يا دكتور عطيه، لو ربنا لما ذكر بني اسرائيل في كتابه قال ايه؟ قال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي. ذكرهم بايه؟ ان هم يذكروا، لان عباد النعمه كثيرون، نعم ولكن عباد المنعم قليلون. نعم. وان الله تعالى لما ذكر بني اسرائيل في كتابه ذكرهم بالنعمه فقال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي. ولما ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالمنعم جل وعلا فقال إيه؟ فاذكروني أذكركم. نعم ونعم بالله. ده من فضل ربنا على أمة سيدنا محمد وعلى أمة الإسلام إنه قال فاذكروني أذكركم. بالنسبة للشيخ عمرو، لو حبينا نتكلم عن أفضل جائزة أنت حصلت عليها، حاجة تكون جايزة كده، مش شرط تكون حاجة مادية أو حاجة عينية، حاجة أنت حسيت إن أنا عملت عمل كده حاجة جامدة. والله أنا الحمد لله حصلت على جائزة كانت في مسابقة القرآن الكريم كاملة في محافظة مطروح. الحمد لله حصلت على المركز الأول الحمد لله، وحصلت على هذه الجائزة ومعها شهادة تقدير. كان ساعتها كان محافظ مطروح الفريق محمد الشحات في الوقت دوت. وبرضه في المرحلة الثانوية كان في دور المدارس على مستوى محافظة مطروح كلها، برضه حصلت الحمد لله فيها على المركز الأول على مستوى المدارس في محافظة مطروح. يعني الحمد لله حصلت على إجازة في القرآن الكريم. الحمد لله. طب لو حبينا نذكر بقى المشايخ أو المدارس اللي أنت اتعلمت عليها أو اتربيت عليها، منهم مثلا الشيخ عبد الباسط. لو حبينا نقول الشيخ عمرو الزامي، بتحب إيه في الشيخ عبد الباسط؟ الشيخ عبد الباسط لما تسمعه يا دكتور عطية تحس بفرح وأنت عايش يعني. أنا نفسي بقى مدمن الشيخ عبد الباسط بصراحة يعني. تحس بفرح وأنت عايش. هو حاجة جميلة، بيعمل جو كده. هو حالة. الشيخ عبد الباسط حالة. أنا بالنسبة لنا أنا من عشاق بصراحة يعني. طب الشيخ المنشاوي؟ الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه كان رجلا بكاء، كان عندما يقرأ القرآن يبكي يعني، وكان بيخشع تحس بصوته وقراءته خشوع يعني. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أجبل الناس صوتا قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله. بالنسبة للشيخ محمد رفعت؟ الشيخ محمد رفعت من الأصوات النادرة التي يعني من الصعب ان الانسان يعني يقوم بتقليدها. يعني سمعنا ناس قاموا بتقليد الشيخ عبد الباسط، وسمعنا ناس قاموا بتقليد الشيخ عبيده، ولكن قليلين اللي تلاقوا، ومن الصعوبه ان تلاقي اللي يقوم بتقليد الشيخ محمد رفعت صعب بسهوله. هو صعب. احنا كنا دايما بنحب دايما رمضان عشان محمد رفعت في رمضان. هو قارئ اذاعي عظيم يعني، من الاصوات النادره يعني. والشيخ الحصري الشيخ الحصري متقن قراءته يعني، ما تلاقيش حتى غلطة في الألف، ما شاء الله يعني غلطة في الألف. فهو متقن في قراءته يعني، بيهتم بمرحلة إخراج الحرف من مخرجه الصحيح مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها دون زيادة أو نقصان، فهو مضبط في قراءته رحمة الله عليه. طب بالنسبة برضه للقراء، زي ما ذكرنا القراء هنقول المنشد أو الإنشاد. بالنسبة للشيخ النقشبندي أنت تحب تشوفه يعني، أنت سمعته قارئ وسمعته منشد. نعم. أنت شايف النقشبندي، الشيخ النقشبندي فين؟ لا أنا أفضل في القراءة وفي التلاوة ولا أفضل في أنا بالنسبة ليا بحب أسمع طبعا الشيخ النقشبندي في الابتهالات. هو على فكرة هو نجح في الابتهالات أكتر طبعا. أنا عن نفسي بحب الابتهالات جدا. أذكر مميز. أذكر إن هو كان بدأ في منذ بدايته في القرآن لم ينجح بقدر ما نجح في الابتهالات. طبعا أنت ذكرت طبعا السادة المشاهدين إنك مبتهل برضه يا شيخ عمرو. نعم. نحب نسمع بقى، بما إن ذكرنا طبعا الشيخ النقشبندي عملاق من عمالقة الإسلام في الابتهالات.
تحب تسمع مشاهدي قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع العلوم ايه في البلد؟ لا إله إلا الله لا لا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها غدها نبعث إن شاء الله سيدي أبا القاسم يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله مستمسكون بحبل غير منفصل وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام قوم نيام قوم نيام تسلوا عنه بالحلم تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله صلى عليك الله يا
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. ما شاء الله عليك يا شيخ. الله يبارك فيك يا دكتور ده إيه؟ ربنا يبارك في عمرك. يعني الله يبارك فيك يا رب. الله نرجع يسعدك. ده أنت خرجتني الله من يبارك. شارع النجوم خالص. الله يديك الصحة. الله يبارك في عمرك يا دكتور. بالنسبة يا شيخ عمرو، لكل قارئ مدرسة. مدرسة الشيخ عمرو الزامل إيه؟ سؤال صعب شوية. انت كده انت يا راجل حافظ القرآن من سن صغير، ويعتبر يعني بالراحة شوية عليا يا دكتور عطية. والله ما أقدرش أقول أميز من القرآن الأقدام بتوعنا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المشاوي أو الشيخ المصري أو الشيخ البنا أو ما أقدرش أنا أميز واحد عن واحد أقول إن بالعكس أنا بحب أسمعهم كلهم، بس كل واحد ليه بصمة معاك في حاجة. زي الفاكهة كده، يعني تلاقي فاكهة ولكن كل فاكهة ليه طعم إيه غير الطعم التاني. مذاق خاص. مذاق خاص، أيوة هي دي. هي دي. طب بالنسبة دايما المشايخ والقراء بتوعنا تحس ان دايما في حاجات كده بتوقفهم في آية، في سورة، في حاجة كده في القرآن. كل مثلا ممكن سورة صغيرة، سورة كبيرة، آية في سورة. بالنسبة للشيخ عمرو الزامل حاجة بتوقفك في آية أو في سورة؟ حاجة بتوقفني في آية أو في سورة، موقف يعني مثلا. موقف. نهاية قصة يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام. شوف القصة من بدايتها. وعلى فكرة سورة قصة يوسف عليه السلام لم تذكر هذه القصة في أي سورة من القرآن الكريم. ذكرت القصة كلها في سورة. فيش غير بس في سورة أخرى اللي هي إيه؟ إلا ذكر اسم يوسف عليه السلام في سورة أخرى، بس يوسف بس. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات في سورة إيه؟ سورة غافر. بس عدا ذلك لم يذكر اسم يوسف عليه السلام أو ولا قصته إلا في سورة إيه؟ إلا سورة يوسف. أما تعيش يا دكتور عطية مع بداية القصة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. تعال بقى في نهاية القصة بعد ما مرت سنين وألقوه أخواته ألقوه في الجب وباع وهو نبي ابن نبي وبيع كما يباع العبيد قصة مصيرة أساسا. في نهاية القصة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت خذ بالك هذا تأويل رؤياي من قبل. في بداية القصة كانت رؤية ربنا أوهب وأنعم على سيدنا يوسف عليه السلام بتأويل الإيه؟ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنني بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. لما بجد هذا الموضع يعني لم أتملك نفسي، يعني بعيش مع أحداث القصة يا دكتور، يعني إحساس تاني. يعني أنا لا يعجز اللسان عن وصفه، لا أستطيع أن أصفه بالكلام، هو إحساس فقط. طبعا أخوة يوسف، بما أننا ذكرنا أخوة يوسف واللي عملوه في سيدنا يوسف، نحب ننصح نصيحة للشباب. الشباب ليه الشباب بالذات؟ لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي وأملها المرجو وغدها المرتقب. يعني هل ظهر الدين أو عرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الله تعالى ثم على أكتاف الشباب؟ يعني لما تيجي لسيدنا إبراهيم عليه السلام إنهم في لما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام كان في سن الشباب. خلاص؟ قالوا سمعنا فتى، خد بالك فتى
يذكرهم يقال له إيه؟ إبراهيم. هل أخذ يحيى عليه السلام الرسالة إلا هو في سن الشباب؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هل كان أصحاب الكهف إلا شبابا؟ وبالمناسبة دائما ياخدوا قصة أصحاب الكهف والدكتور يقول لك إيه؟ أما يقول لك ده أنت قاعد مع أصحاب الكهف، قاعد مع أهل الكهف، كأنه بيضربوا بالمثل في الشيء إيه؟ في الشيء المتبلد أو الشيء، يقول لك ده أنت روح قاعد مع أهل الكهف. مع أهل الكهف دول ده شوف ربنا ذكرهم في القرآن. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وزدناهم هدى. طيب. هل كان الحواريون من أصحاب عيسى عليه السلام إلا شبابا؟ هل كان أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا شبابا؟ لذلك اهتم الإسلام بمرحلة الشباب اهتماما كبيرا، فكان مما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن إيه؟ وفي رواية عن 5. وذكر منهم إيه؟ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. طيب، ذكر مرحلة العمر وذكر مرحلة الإيه؟ الشباب. وهل كانت مرحلة الشباب إلا جزء من عمر الإنسان؟ طبعا. هي مرحلة الشباب هي جزء من عمر الإنسان. طب ليه خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ لأنها هي أهم مرحلة في عمر الإنسان، باغي أن يستغلها قبل أن تفوته فيندم حين يكبر سنه ويقول: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فنصيحتي لكل شاب وكل فتاة هم يعني يكون لسانهم رطبا بذكر الله، بتلاوة القرآن الكريم، بتدبر معانيه، يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأوا سيرة صحابته الكرام، يكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم لنفسهم ولغيرهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم وأمتهم. آمين. آمين. بما أنك قلت كلمة للشباب، عايزين كلمة بقى لجمهورك المحب ليك. لا والله الجمهور يعني لهم فضل كبير جدا 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 عليا، وهم اللي في ظهرك وساندينك. هم طبعا هم يعني لو ما كانوش هم كنتش استطعت ان اعمل اي حاجه. فيعني بشكرهم شكرا جزيلا، وربنا يقدرني ان شاء الله واكون عند حسن الظن دايما. ربنا يكرمك. طبعا ورا الكاميرات بيقولوا عايزين دعاء قبل الختام، عايزين دعاء من الشيخ عمرو الزامل، دعاء جميل كده مميز. شوف هتقول لنا ايه. اللهم لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هم ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم مولانا اللهم صص بلادنا واحفظها من كل مكروه وسوء اللهم صص بلادنا واحفظها من كل مكروه وسوء اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي. أحسنت يا شيخ عمرو، كنت حلقة بصراحة جميلة ومميزة بيك واتشرفت بيك، وأتمنى طبعا تكون ضيف معايا في حلقات كتير مش حلقة واحدة. انكم موجود مع حضرتك ده. ربنا يخليك يا رب. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وانتظرونا في حلقات قادمة. تصبحوا على خير.